ده فريميلي، لابل فريميلي، ده فريميلي سويتش اهو متصل بالفريميلي كلاينتس. تمام، اهي اللمبه منوره بتاعت الفريميلي كلاينت الاول، فريميلي كلاينت 2، وده فريميلي سويتش. هو مش سويتش، فريميلي سويتش مش سويتش، هو راوتر مجمع تو او مجمع راوترات فريميلي كلاينت تحتيه. تمام. طبعا هناخد الكود بتاع فريميلي في اللاب بتاع CCNA. السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ النهاردة بدرس الوان الفريميلي. طبعا اوريكم الديزاين بتاع الشبكة بتاعت الفريميلي اللي احنا هنشتغل عليها النهاردة. الفريميلي ده بيربط راوترات تحتيه في اماكن مختلفة، بنسميه فريميلي سويتش عشان هو بيبقى راوتر مجمع. تمام. في اماكن مختلفة، ده نسميه مثلا كايرو، وده نسميه راوتر الكسندريا. ماشي. هنبتدي نشتغل على الفريميلي. هو اسمه سويتش عشان بيجمع، فريميلي سويتش مع انه راوتر عشان بيجمع راوترات تحتيه، بيبقى راوتر مجمع. الديل سي ده نقطة الدخول وده نقطة الخروج، المدخل والمخرج. تمام. هنبتدي نشتغل على الفريميلي، نكتب الكود بتاعه. نخش على نقطة الدخول اللي هي السيريال 00. نخش. تمام. بعد كده ممكن نعمل نو اي بي ادرس. تمام. نو شوت. انكابسوليشن انكاب فريم ريلي انكابسوليشن فريم. بعد كده فريم interface type DCE clock rate 46,000. بعد كده نعمل امر فريميلي، نقطة الدخول والخروج نبتدي نعرفهم. فريميلي روت 102 انترفيس، نقطة الخروج سيريال 1 202. تمام. نبتدي نطلع exit، نخش على الانترفيس سيريال 1.
اي بي ادرس نشاط encapsulation DCE ماشي DCE اه 60,000. طبعا لازم مجموعة الأوامر دي ندخلها عشان الفريم ريلي سويتش يلقط معانا. نقطة الدخول والخروج طبعا لازم نغيرها طبقا للتوبولوجي اللي عندنا او الديزاين اللي عندنا بتاع الفريم ريلي. 201 201 انترفيس سيريال 0 سيريال 0 تمام. هنخش على الفريم ريلي كلاينت راوتر اللي هما الراوترات التانية اللي بيجمعهم فريم ريلي سويتش. نخش عليهم. show IP interface brief show IP interface show IP interface brief. ماشي هنشوف القاهرة اللي هو اللي على الشمال 15.0.0.1 config terminal interface IP address 15.0.0.1 255.0.0.0 نشط. عايزين نشوف بس معلش الايبيهات اللي في الفريم ريلي. show IP interface brief هو طبعا ده اب اهو ستيتس اب، ده لسه داون عشان لسه الراوتر التاني ما فعلتوش. ده اب اهو ماشي. كايرو نو اي بي شو اي بي انترفيس بريف. شوف هو اب لسه عشان مفيش بروتوكول بيربط ما بينه وما بين راوتر تاني، فعشان كده عمل داون بروتوكول داون، لكن هو كستيتس
ككهرباء ماشية في الكونكتيفيتي شغال، لكن بروتوكول لسه داون. انا كده غلطت، معلش انا غلطت غلطة، معلش شباب، انا عملت الايثرنت مش السيريال. المفروض نفعل السيريال 00 config terminal interface. معلش يا شباب انا الغلطة. طبعا هنضطر نقفل هنضطر نغير الاي بي بتاع الفاست ايثرنت 00، نخلينه اي بي. نو اي بي ادرس، نو اي بي ادرس نشط عشان يعمل كونفليكت. لو سميته نفس الايه، نفس الاي بي، لو حطيت له نفس الاي بي هيعمل كونفليكت. اي بي ادرس 15.0.1 255.0.0.0 نشط. نشوف كده اب كده اشتغل. ماشي يا شباب، هنخش على الراوتر التاني أليكس. اخش على الراوتر التاني أليكس. host name Alex. host name config terminal، معلش config terminal host name Alex. do show IP interface brief. هنخش على interface serial 0 address 15.0.0.2 255.0.0.0 نشط. show IP interface brief. show IP interface brief. كده ظبط الدنيا كده. الراوتر التاني لقط. نسيت اعمل ادخل امر الانكابسوليشن فريميلي، هندخله. config terminal interface. خش على serial 0
serial 0 عشان ندخل امر encapsulation frame relay encapsulation frame relay. تمام. هندخل نفس الامر على الراوتر التاني كايرو عشان ما دخلناهوش، نسينا ندخله. config terminal ندخل نفس الاوامر. encapsulation frame relay نفس الاوامر كده خلاص. هنروح على راوتر فريم ريلي، ندخل امر show frame relay route عشان نشوف الروتس شغالة ولا لأ بتاعت الفريم ريلي. show frame relay route نسينا حرف الاي. كده اكتف كده مظبوط كده. طبعا هنا serial 0 كده 0 دول بتوع الراوترات بتوعنا اللي هم الكسندريا وكايرو. وطبعا هنا serial 1 ده بتاع الفريم ريلي، serial 0 بتاع الفريم ريلي، يعني 1 و 0 ده بتاع الفريم ريلي. تمام. وبرضو 1 و 0 بتاع الايه، في 2 1 وفي 2 ايه 0، في 2 1 و 2 0. تمام. طبعا نقطة الدخول ونقطة الخروج، نقطة الدخول ونقطة الخروج بتاعت الايه، بتاعت الراوتر الفريم ريلي وبتاعت راوترين الاليكس والراوتر التاني بتاع كايرو. تمام زي ما احنا شفنا في الرسمة كده كلهم اكتف. كده اللاب تم بنجاح. اشوفكم ان شاء الله في حلقة البي بي بي.